إذن أعلنت ميليشيات الحوثي أن الصاروخ الذي أطلقته تجاه السعودية والذي اعترضته الدفاعات الملكية الجوية هو من طراز بركان وينتمي لعائلة سكاد من الصواريخ، وهو من أحد الصواريخ التي زودت بها الحركة الانقلابية من قبل إيران. يصل مدى الصاروخ كما سنشاهد إلى 850 كيلو مترا، وهو مبني على تصميم صاروخي قائم وشهاب الإيرانيين على تصميمهما إذن، واستخدمته الميليشيا الانقلابية من قبل لاستهداف السعودية، وأحدث محاولة كانت في أوائل نوفمبر الماضي كما نذكر، لكن الهجوم كان فاشلا بسبب الدفاعات الجوية السعودية التي أسقطت الصاروخ. هذه الدفاعات تشمل منظومة باتريوت الأمريكية التي يستطيع رادارها مراقبة 50 هدفا في آن، وهي من أبرز المنظومات في العالم، لكن السعودية أيضا تجهز لتطوير دفاعاتها الصاروخية لتضم منظومات عدة. البنتاغون كان وافق في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة ثاد الصاروخية، وتحدثنا عن ذلك في حينه، ما سيعطي المملكة 44 منصة إطلاق و360 صاروخا ومحطات تحكم وأجهزة رادار. هذا غير أن المملكة أيضا أبرمت صفقة مع روسيا لشراء منظومة S-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية بما في ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض.